أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن سلوك أو مشكلة شائعة ما بين الأطفال، ويعتبر من أكتر السلوكيات الغير مقبولة تماما ومرفوضة عند أولياء الأمور، ومش بس أولياء الأمور، ده عند الناس كلها. وبنلاقي دايما الأب أو الأم اللي عندهم ابن عنده نفس السلوك ده، بنلاقيهم بيعانوا، محتاجين لجهد وصبر، ومحتاجين حد يوعيهم ويقول لهم يعملوا ايه. النهاردة هنتكلم عن سلوك السرقة عند الأطفال أو مشكلة السرقة عند الأطفال. عايزين نتكلم النهاردة عن ايه السبب اللي بيخلي الطفل يسرق، علشان نبدأ ان احنا نعدل سلوكنا احنا كأولياء الأمور، علشان نقدر نعدل سلوك الأولاد. وكمان نعرف من كام سنة نقدر نقول ان الطفل ده بيسرق، او ان الطفل ده لسه ما يعرفش يعني ايه سرقة. فالنهاردة معانا هنعرف من كام سنة نقدر نحكم على الطفل ده ان السلوك ده سلوك سرقة، وإيه والأسباب اللي بيخلي الطفل يسرق. اول حاجة عندنا من كام سنة ان الطفل نقدر نقول اللي هو بيسرق. عندنا من سن 3 سنين ل5 سنين ما نقدرش نقول ان الطفل السلوك اللي بيعمله ده سلوك سرقة. ليه؟ لان الطفل في الوقت ده ما عندوش حاجة اسمها حق الملكية. يعني الطفل هنا بياخد كل حاجة هو محتاجها، زي احتياجه للأكل والشرب واللعب. يعني مثلا لما بيروح عند حد من قرايبه وفي طفل بيلعب ببعض اللعب، بنلاقي ان الطفل استحوذ على كل اللعب اللي قدامه. هو هنا ما بيبقاش بيسرق، او ان هو عايز ياخد الفلوس ده عشان يروح يجيب بونبوني، او ايا كان السلوك اللي بيقوم بيه. الطفل هنا هو في احتياج للعب دي فبيلمها، علشان في فكرة في دماغه عايز يعملها. 3 ل5 سنوات هنا الطفل ما عندهوش حاجة اسمها سرقة. هو لما باباه بيجي هو بيفتح المحفظة بتاعته وبياخد منها الفلوس اللي هو عاوزها وبيروح يشتري البونبوني. هو مش معنى كده ان هو بيسرق فلوس باباه. او البنت اللي بتستنى مامتها تيجي من الشغل فبتفتح شنطتها وبتبدأ تاخد الشوكولات اللي فيها او البونبوني، او هتاخد فلوس وتروح تشتري حاجة. هنا الطفلة ما بيبقاش عندها ان الحاجة اللي هي عاوزاها دي او الحاجة اللي هي هتاخدها دي معناها سرقة. لا، هي الطفل هنا بياخد الحاجة اللي محتاجها. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الفترة دي اسمها فترة الاستكشاف وفترة تكوين الشخصية عند الطفل. فالطفل هنا بيبدأ يشوف هو محتاج ايه، احتياجه للأكل، احتياجه للشرب، احتياجه للعب. بنشوف بعض الأطفال إنها لما بيبقى ماشيين مثلا وبنعدي على محل فيه ألعاب، بنلاقي إن الطفل بيتشعبط في اللعبة، وبيبقى عاوز ياخدها معاه. هو هنا ما عندوش حاجة اسمها لازم أدفع عشان ياخد. فطبعا هنا الطفل بيحتاج منا ايه؟ محتاج في الوقت ده ان احنا نوجهه ونوعيه ونعرفه ان ده صح وده غلط. حتى كلمة حرام وحلال، هنا في بعض الأطفال ما بيبقوش مدركين قيمة أو معنى الحلال والحرام. فاحنا علينا كأولياء أمور لازم في الفترة دي إن احنا نوجه ونقول ده صح وده غلط. خلاص، فاحنا كده عندنا لحد سن 5 سنين ده ما بيسماش سرقة. طب نيجي نتكلم من بعد 6 سنين قبل سن المراهقة. هنا الفترة بقى دي اللي لازم نسلط الضوء عليها، ولازم ناخد بالنا من سلوكنا تماما، علشان الطفل هنا بيكتسب بعض السلوكيات. فاحنا تركيزنا هيكون من الفترة من 6 سنوات لقبل سن المراهقة، لأن الفترة دي بتبقى محتاجة من الأب ومن الأم التركيز والصبر والتوجيه، لأن الفترة دي الطفل بيكون منها شخصيته من الناس اللي حواليه. وبيبدأ الطفل بيبقى عنده احتياج لبعض السلوك المعين، فلما السلوك ده بيبقاش موجود هو بيبقى عنده سلوك هجامي أو دفاعي، بيبدأ ان هو يستغله أو يستخدمه زي السرقة. ليه؟ لبعض السلوك بيهاجم بعض السلوك الغير مقبولة من الأب والأم. فاحنا هنتكلم على أسباب السرقة عند الأطفال في الفترة دي، ومش هنتكلم عن فترة المراهقة، لأن في فترة المراهقة هنا بيبقى سلوك السرقة سلوك متعمد. هنا الطفل أو الشاب أو الشخص بعد سن المراهقة بيبدأ إن هو يسرق، لأنه بيبقى عارف إنه بيسرق، وبيسرق وعارف عقاب السرقة، وبيسرق وعارف إن اللي بيسرقه ده مش من حقه، وبيتحول لعنده بعد كده اللذة والمتعة بعد كده في السرقة. فاحنا مش هنتكلم لفترة المراهقة، لانها فترة المراهقة بيبقى الطفل او الشاب بيبدأ يكتسب الصفة دي في فترة من 6 سنوات لبعد قبل سن المراهقة. وبيجي بعد كده بيبقى بتتحول لعنده الى متعة واستمتاع في السرقة.
بعد كده هنتكلم عن أسباب السرقة عند الأطفال. طبعا لما نيجي نتكلم عن أسباب السرقة هنلاقي في أسباب كتيرة جدا بتدفع الطفل إلى السرقة، ولكن أنا معاكم النهاردة هتكلم عن 8 أسباب وتعتبر من أهم 8 أسباب اللي بتخلي الطفل يتجه للسرقة. عندنا أول سبب وهو الحرمان، سواء حرمان مادي أو حرمان معنوي. الحرمان المادي زي الأكل والشرب واللبس والمصروف واللعب وغيره. عندنا الحرمان المعنوي زي التقبل والتقدير والأحضان والحب. الطفل هنا أو الحرمان هنا بيخلي الطفل يحس إن هو أقل من غيره، وإن هو مش زي أصحابه، وإن هو في شيء ناقصه، فبيتجه للسرقة كردة فاعل للحرمان. في حين ان ممكن يكون الاب بيسافر او الام بتشتغل عشان توفر كل شيء للاطفال، ولكن الطفل هنا ما بيبقاش عنده قيمة للفلوس، بيبقى عنده احتياج عاطفي، بيبقى محتاج لاحتياج عاطفي سواء من الاب او الام. فبيبدأ ياخد الفلوس اللي الاب دايما بيبعت فلوس علشان يشتري كل اللي هو عايزه. فهو بيعمل ايه؟ بينتقم من باباه عشان هو محروم عاطفيا من باباه، فبياخد الفلوس دي كسرقة علشان ينتقم من باباه لانه هو محروم عاطفيا. او الام اللي بتشتغل على طول فدايما ناسيه اولادها ما عندهاش الحنان او التقبل او الاحضان. فهنا الطفل بيعمل ايه؟ بيبدأ ان هو يسرق علشان انتقاما للحرمان اللي هو حاسس بيه. يبقى عندنا اول نقطة وهي الحرمان عند الاطفال. عندنا تاني حاجة وهو دافع الانتقام. الطفل اللي بيدور دايما ان هو ينتقم من ابوه او من مامته اللي دايما بيعنفوه او فهنا السرقة بتكون بهدف الانتقام من الأب اللي دايما بيعنفه وبيضربه وبيشتمه. فبيبقى عايز ينتقم من أبوه بأي شكل لأنه مش هيقدر يضربه، أو إن هو مش هيقدر يبوخه بالكلام زي ما هو بيبوخه. فبيبدأ إن هو بيحاول إن هو يألمه زي ما ألمه بس بطريقة تانية، فبيبدأ يسرقه بدافع الانتقام. أو الأم اللي دايما معاملتها قاسية مع أولادها وبتزعق لهم وبتبوخهم بالكلام، بيبدأ إن الطفل هنا بيسرقها كهدف انتقامي للمعاملة القاسية اللي بتعاملها. أو الأطفال اللي بتسرق علشان من زمايلهم، فبنلاقي ان زمايلهم بيتنمروا عليهم، او في بعض زمايل بيضربوه او بيتريقوا عليه او بيبوخوه بالكلام، او بيقولوا له مثلا انت مش شاطر ايا كان. فبيبدأ ان هو يبقى عايز ينتقم منهم، فبيقدرش ان هو يضربهم او يواجههم، فبيبدأ ان هو يألمهم بان هو يسرقهم علشان يشوفهم قدامهم ان هو اقوى منهم او ان هو خد حقه. فبيبدأ ان هو هنا بينتقم من الاشخاص اللي حواليه بدافع الانتقام، بالسرقة بدافع الانتقام. تالت حاجة وهي جذب الانتباه ولفت الانظار. هنا الطفل اللي بيسرق هنا بيبقى عنده دافع ان هو يجذب نظر باباه او مامته علشان خاطر مبقاش رقم واحد في حياتهم. زي ايه؟ زي مثلا الطفل اللي كان مدلل وابوه وامه مهتمين بيه ودايما بيمدحوا فيه ودايما بيحضنوه ودايما بيلعبوا معاه. بدأ ان في طفل تاني جه، فبيبدأوا الاهتمام التاني للطفل التاني ويبدأوا يقولوا له انت خلاص كبرت، انت ده اخوك الصغير. يبدأوا يلعبوا معاه، فبيشوف ان هو مبقاش مصدر اهتمام، فبيسرق علشان يلفت الانتباه ويلفت الانظار لابوه وامه. فهنا بيبقى دافع السرقة بيبقى هدفه هو لفت الانظار. فهنا الطفل بعد ما كان مدلل وبعد ما كان مهتمين بيه وبعد ما كان الأحضان والبونبوني والحاجات الكلام الحلو والحاجات الحلوة، بدأت ان في طفل تاني صغير جه وبدأ الاهتمام كله راح للطفل الصغير. وبدأ ان احنا نقول له خلاص انت كبرت، انت بقيت راجل، او انت خلاص كبرتي وبقيتي عروسة، دي صغيرة دي لسه ما تعرفش حاجة. فبيبدأ الطفل هنا بيتخذ سلوك السرقة كجذب الانتباه او كلفت نظر علشان يقول لنا كجرس انذار، يقول لك انا موجود، خد بالك مني، اهتم مني، انا عايز حنان، انا عايز تدليل، انا بغير من اخويا الصغير. فاحنا كعلينا كأب او كأم ان احنا ناخد بالنا من النقطة الصغيرة دي، ان احنا ما ينفعش ندي احضان وحب
لطفل لسه مولود صغير ونسيب الكبير علشان هو كبر وبقى عنده 7 أو 8 سنوات. لا، ده لسه صغير لحد ما يوصل لسن المراهقة، وبعد سن المراهقة هو محتاج أحضان وتقبل وحب وتدليل واهتمام. لا، الأطفال على طول بيحتاجوا وعلى طول في عطش لحب وحنان من أبوهم ومن أمهم. عندنا رابع حاجة وهي عدم احترام ملكية الطفل. زي ايه؟ زي الطفل مثلا بيحوش فلوس العيد او بيحوش مصاريفه علشان يجيب له لعبة معينة، ويبدأ الاب والام ان هم يفتحوا محفظته او يفتحوا الحصالة بتاعته وياخدوا الفلوس منها. ويجي الطفل يشوف فلوسه ويقول له اصل احنا كنا محتاجين فلوس فكة علشان ايا كان هنشتري ايه، فخدنا الفلوس بتاعتك. فيبدأ الطفل من جواه يشعر بحسرة وبزعل. ليه؟ لان دي كانت بالنسبة له ملكية، ان هو كان هيشتري حاجة ملكه، وانه شايف ان ده حاجة بتاعته وفلوسه ان هو محوشها، وان هم ما احترموش ملكية الغير. او مثلا لعبة معينة هو كان شاريها او انت كنت شاريها له وهو بيحبها جدا ومتعلق بيها، بس خلاص جاء اخوه اللي عنده سنتين عاوز يلعب بيها او 3 سنين، وهو طبعا عنده 9 سنين او 10 سنين. فتقول له خلاص انت كبرت على اللعب دي، اديها لاخوك يلعب بيها، وهو مازال متعلق باللعبة دي. هنا انت يعني ما بتحترمش ملكيته، وهو بيحس ان انت كده مش محترم ملكيتي، وان احنا كده بنعلم ولادنا ان مفيش حاجة اسمها حق الملكية. فهنا الطفل بيبدأ يتجه لسلوك السرقة كدافع لعدم احترام الملكية. ان هو بيبدأ ان هو زي ما انت ما احترمتش ملكيتي وفتحت حصلتي وخدت فلوسي، انا هفتح محفظتك واخد فلوس وامشي. زي ما انت خدت اللعبة بتاعتي انا هاخد اي حاجة منك غالية. فهنا الطفل بيحاول ان هو ينتقم لسلوك عدم احترام الملكية، بيردها لباباه. وفي في عدم احترام الملكية. عندنا رقم 6 وهي المشاكل الزوجية والأسرية. عندنا في بعض المشاكل الأسرية والزوجية بيبقى في مثلا الأب بيبدأ إن هو يزعق مع زوجته ويقول لها انت اطلعي بره، أنا هتجوز، أنا هجيب أولاد تانية، وهي تقول له أنا مش عايزة العيال، خدهم انت ربيهم، أنا هروح أشوف حياتي. فهنا عدم الأمان بيبقى ظاهر عند الطفل، إن الطفل بيبدأ يسمع المشاكل والحوار اللي داير ما بين الاب والام، ان الاب دايما بيهددها ان هو هيطردها بره، وان هم هيعيشوا في الشارع، وان هو هيجيب اولاد تانية وهيتجوز وهيعيش حياته. او يسمع ان الزوجة دايما تقول له انا مش عايزة العيال، انا راح اشوف حياتي وانت خد ربيهم. فهنا الاطفال بتحس بعدم الامان، وهنا بيبدأ الطفل بيحاول ان هو يأمن نفسه، فبيتجه لسلوك السرقة كدافع امان ليه. فبنلاقي ان هنا الطفل بيبدأ ان هو يلجأ للسرقة كدافع ان هو يأمن نفسه ويأمن حياته. هتقولي طب بيأمن حياته هو هيشتري حاجة؟ هقولك لا، هو بالنسبة له هيأمن نفسه ان هو يشتري الشيبسي لما يطلع في الشارع ومش هيلقى حاجة ياكلها، فيشتري السندوتش بتاعه او يشتري البونبوني، او ان انا اخد مصاريف واروح المدرسة او اروح الدرس بتاعي. هو بيبدأ ان هو من خلال الكلمات التهديد سواء من الام او الاب في المشاكل اللي بتحصل الأسرية، ان هو بيبدأ الطفل يتجه ويبدأ يفكر ان هو ازاي يأمن نفسه. طب انا بعد كده لما انا اطلع في الشارع هقعد ازاي؟ فانا هاخد فلوس، هسرق فلوس بابا، هسرق فلوس من ماما، علشان انا بعد كده مش هعرف اكل، ماما اللي كانت بتديني الفلوس او المصروفات. فماما دلوقتي بتقولي احنا هسيبكم وهمشي، فانا محدش هيديني تاني ومحدش هيديني الحاجات اللي انا كنت بشتريها الحلويات. فانا هبدأ ان انا اعمل ايه؟ ابدأ ان انا اخد فلوس واسرق علشان لما ماما تمشي انا ابقى معايا فلوس واشتري. او بابا مثلا بيقول انا هسيبكم وهتجوز وهرميكم وهجيب غيركم، فهو يبدأ ان هو بابا كان بيديله فلوس والحاجات دي، فيبدأ ان هو يسرق علشان لو بابا مشي يبقى انا معايا فلوس اشتري اللي انا عاوزه. فهنا السرقة بيلجأ ليها الأطفال. ليه؟ علشان يأمن نفسه. عندنا رقم 7 وهي التقليد. التقليد هنا مشكلة، سواء من التلفزيون أو من ناس حوالينا أو من أقارب أو من مشهد بنحكيه، بنقعد نحكي قصة ورواية لأولادنا. زي إيه؟ زي مثلا إن الطفل يقعد يتفرج على مشهد إن في واحد في المسلسل أو في الفيلم كان بيسرق أو كان بياخد حاجات من الناس بالبلطجة أو بوجه غير حق،
وبدأ بقى معاه فلوس وبقى عايش مرتاح وبقى عنده عربيات وعنده مكان قاعد فيه كويس، فبيبدأ الطفل يبدأ يفكر في موضوع السرقة، ان السرقة دي ممكن تعيشه احسن بعد كده. فيبدأ ان هو يفكر ويقول طب ده انا ممكن اسرق، واسرق من بابا واسرق من ماما واسرق من اصحابي علشان اشتري الساعة الفلانية، او اشتري التليفون، او يبقى معايا فلوس. فبيبدأ ان هو ياخد فكرة السرقة كنوع من انواع التقليد علشان يبقى حاجة كويسة، او ان انا ابقى حاجة معايا كتير، او انه مثلا يبقى في حد حوالينا بيسرق، احنا مثلا عارفين ان جارنا ده حرامي او بيسرق، او لينا مثلا حد من قرايبنا بيسرق، ونبدأ ان احنا بنحترمه لما بيجي الشخص ده يسلم علينا، بنحترمه وبنقعد معاه وبنتكلم معاه، والناس مدياله وضعه ومدياله قيمته في الشارع، او مدياله قيمته في المنطقة، او مدياله قيمته ما بين في العيلة في وسطنا. فبيبدأ ان هو يشوف ان السرقة دي، في حين ان هما مع بعض عارفين ان هو بيسرق وبيتكلموا قدام الطفل ده ان الشخص ده بيسرق، فبيبدأ الطفل ده يقلده علشان الناس تحترمه والناس تهيبه والناس تخاف منه، فبيتجه للسرقة كنوع من أنواع التقليد علشان يبقى ليه هيبة وقيمة. أو السرقة الناتجة عن التقليد الأب والأم، زي مثلا بنلاقي بعض الأمهات ممكن تفتح المحفظة أو شنطة باباهم على أساس إن هي تاخد الفلوس اللي هي محتاجاها. باباها مثلا قال إن أنا مش معايا فلوس، فبتبدأ إن هي بتخليه نايم أو بره المنزل، وبتبدأ تفتح محفظته أو تاخد فلوس من غير ما ياخد باله. وهنا البنت بتشوفها أو الولد بيشوفها أو الأب بيعمل نفس السلوك، بيفتح شنطة زوجته وبيبدأ ياخد منها من غير ما تاخد بالها. وهنا الأطفال بتقلد مشهد شافته سواء من الأب أو الأم، فبتبدأ البنت أو الابن بيسرقوا باباهم وبيسرقوا مامتهم بدافع التقليد، أو بتسرق صحابها بدافع التقليد، سواء مشهد سواء من الأب والأم أو من الناس اللي حوالينا. رقم 7 معايا، وهي الطفل اللي بيعاني من اضطراب نفسي، سواء فرط حركة أو نشاط زايد أو نقص انتباه. هنا الطفل بيحاول إن هو يشبع رغباته الداخلية، بيبقى السرقة عنده بسبب دافع داخلي، فبيحاول إن هو يشبع الدافع ده. رقم 8 والأخير معايا، إن الطفل بيتخلص من ضعف الشخصية عنده أزمة في ضعف الشخصية، فبيحاول يتخلص منها. زي مثلا إيه؟ زي مثلا ان هو يكسر قلم صاحبه غصب عنه، فبيبدأ صاحبه يقول له انت لو ما جبتليش قلم زي ده انا هضربك، او انا هجيب صاحبي الفلاني وهقعد نقعد نضرب فيك. فبيبدأ الطفل ده يعمل ايه؟ بيحاول ان هو يسرق قلم تاني علشان يديه لصاحبه، او يسرق فلوس ويشتري قلم عشان خوفا من الضرب اللي صحابه هيضربوله. او مثلا الطفل ده باباه شديد عليه وبيزعقله، ومثلا ضاع منه كتاب، وعارف انه لما يرجع البيت باباه هيفضل يزعق له وهيضربه ويقول له انت ما جبتش الكتاب ليه، او ضيعت شنطتك ليه، او ضيعت قلمك ليه. فما بيرجعش البيت الا لما يسرق، بيحاول انه يسرق ويشتري نفس الكتاب اللي ضاع منه، او يشتري قلم تاني، او ان هو يجيب يسرق من صاحبه كتاب او يسرق من صاحبه قلم علشان ما يرجعش البيت ويبدأ ان باباه يضربه او مامته تزعقله. فهنا بيبقى عنده ضعف في الشخصية وبيحاول ان هو يسرق علشان يتخلص من الأزمة اللي بيتعرض ليها. فكده هنكون خلصنا مشاكل السرقة عند الأطفال، وعرفنا ايه أسباب السرقة. وقبل ما نعدل سلوك الأطفال، ياريت نعدل سلوكنا كأولياء أمور، علشان الأطفال السبب الرئيسي اللي بيخلي الطفل يسرق هو سلوك بيبقى نابع مننا من غير ما ناخد بالنا، بيخلي الطفل يبدأ ان هو يبقى في حيرة، وبيبدأ ان هو يهاجم هذا السلوك من خلال السرقة. وبكده هنشوف ان الطفل في المرحلة دي هو مش محتاج غير تعديل سلوك، سواء منا او من خلال الاب والام. فاحنا علينا ان احنا نحب اولادنا، نتقبلهم، نطبطب عليهم، نهتم بيهم، نقدرهم، نحضنهم. كمان ان احنا لو في مشاكل ما بين الزوج والزوجة، ياريت تبقى المشاكل محدودة ما بينهم، ما ندخلش الاولاد في صراع. وبلاش نستعمل كل حاجة مع الطفل بالعنف، ان الطفل يغلط نضربه ونشتمه، ان الطفل يعمل الحاجة الغير مقبولة ان احنا نبدأ ان احنا نعاقبه. ممكن ان احنا نعدل سلوكه ونوجهه. احنا كعلينا كأولياء امور ان احنا نوجه اطفالنا،
مش طول الوقت ان احنا مسلطين الضوء عليهم ونبدأ ان احنا نعاقبهم. لا، نهتم بيهم ونحبهم، وبلاش ان احنا نحرم اولادنا لا عاطفيا ولا ماديا. وبلاش ان احنا نخلي اولادنا يشوفوا مشاهد اللي فيها عنف او فيها سرقة او فيها كلام، سلوك مش كويس غير مقبول. فنبعد عن ولادنا شوية عن المسلسلات. عايزين احنا نتفرج على المسلسلات او افلام نتفرج احنا، ولكن بلاش اولادنا تشوف المشاهد دي، او اولادنا نحكي لهم عن شخص بقى حاجة كبيرة او بقى عظيم في المجتمع وهو في الاساس كان بيسرق. وبكده هنكون حلينا مشكلة الاطفال او مشكلة الاطفال اللي بتسرق. مع السلامة.